انا نسيت، وده كمان انا جايبهولك مخصوص. ايه رايك؟ عجبك؟ انت عارفه انا عندي بنت اختي قدك بالظبط وحلوه زيك كده. حبيتي؟ انت اسمك ايه؟ لا انت اكيد عارفه اسمك، مش معقوله يعني مش عارفه اسمك ايه؟ صابرين. صابرين، ده اسم حلو قوي يا صابرين. وانت اكيد زي القمر وحلوه كده، لازم كمان يبقى اسمك حلو. حبيبتي انا مش عايزك تبقي خايفه من حاجه خالص، احنا هناخد بالنا منك كويس قوي، مش بس لغايه لما تخفي، لا لغايه لما تكبري كمان. شوفي بقى انت عايزه تكبري تبقي ايه؟ عايزه تبقي دكتوره، عايزه تبقي مهندسه، عايزه تبقي رسامه؟ بتحبي الرسم يا صابرين؟ شكلك كده بتحبي الرسم. انا المره الجايه وانا جاي هجيب لك معايا ورق ابيض كبير والوان كتير عشان ترسمي، عشان بعد كده تكبري تبقي رسامه كبيره. ايه رايك؟ بس مش عايزك تبقي خايفه من حاجه. دول كلهم بتوعك، بس ما تاكليهمش كلهم عشان سنانك، السكر الكتير بيبوظ السنان واحنا عايزين نحافظ عليكي. انا اسمي نور، اي حاجه هتعوزيها انا هعملها لك، اتفقنا؟ طيب ممكن بقى ابوس راسك؟ باي. لا ده خلاص بقى بتاعك ومحدش هياخده منك، اتفقنا؟ والمره الجايه ارجع الاقيكي مسمياه اسم، اختاري انت الاسم على مزاجك، ولا اقول لك ما تسميه نور عشان ما تنسيش اسمي. ذنبها ايه البنت دي يحصل فيها كل ده؟ بس انت ما شاء الله شاطر قوي في التعامل مع الاطفال. انت عندك ولاد؟ لا انا مش متجوز. هو انت عندك ولاد؟ لا انا مش متجوزه. بس انت منين اصلا؟ انت يعني لهجتك مش عرايشي خالص. ياه دي حكايه طويله قوي. هحكي لك. اهل ابويا من اسكندريه واهل امي من العريش، بس هم اصلا من دمنهور. ابويا بقى اتعرف على امي في جامعه اسكندريه فحبوا بعض واتجوزوا، وابويا ساعتها قال بلدي هي بلد مراتي، فجه عاش هنا طول حياته في العريش لحد ما توفى من 5 سنين. الله يرحمه. الله يرحمه. فتقدر تقول يعني ان انا من هنا عايشه طول حياتي في العريش. انت بقى منين؟ من القاهره ولا منين؟ احنا من مصر الجديده عادي يعني كنا من مصر القديمه وبعد كده نقلنا بقينا في مصر الجديده. هو يعني انا عارفه ان انت ضابط جيش وكل حاجه، بس ليه احيانا بتلبس ميري واحيانا بتلبس كاجوال؟ انت مخابرات؟ لا يعني هقول لك بقى، دي قصه طويله جدا ومحتاجه وقت، ان شاء الله كده مره تبقي فاضيه برضه مش هينفع احكي لك. طيب انا عايز ابقى جزور صابرين تاني، هبقول لك قبليها يعني لو موجوده اشوفك. اوكي ماشي. طيب سلام. سلام. خلي بالك من نفسك. ماشي. حلوه فكره العصافير دي. انت ملونه الشمس برتقاني مش اصفر صح؟ طب والشجر ليه مش مزوده اللون الاخضر؟ هو انا جبت لك برايه ولا لا؟ لا. انا اسف، المره الجايه لما اشوفك هجيب لك برايه، اتفقنا؟ تعالي ارسمي هنا. صباح الخير. اهلا. صباح الفل. جاي بدري النهارده؟ انا كنت نازل اجازه اصلي فقلت اعدي عليها قبل ما انسى. طيب ممكن اكشف عليها؟ اتفضلي. طب عدين؟ انا ماشي. عدينا. لا صابرين عامله ايه؟ الحمد لله. كويسه؟ جاي بقى اشوفك عامله ايه النهارده. بسم الله. المقدم خالد قال لي انها هتنقل النهارده القاهره عشان تكمل علاج. بجد؟ ما كنتش اعرف. خدي نفس.
هما جم اتكلموا مع البنت. صحيح هما ما عرفوش ان اسمها صابرين الا لما هي قالته لك، ومن ساعتها وهي بتتكلم معاهم عادي. شطوره صابرين. انت عارفه لما تنزلي مصر انا هاجي عشان اشوفك هناك. ماشي هستناك. انت عارفه ان انا بحبك قوي. وانا كمان بحب. طيب انا هتكل على الله بقى. ماشي. صحيح ودني بقى لها فتره بتصفر لما بصحى من النوم ساعه ساعتين كده، وبعدين الصفاره بتروح. تعرفيش ده من ايه؟ انت كده محتاج تروح لدكتور انف واذن وحنجره. دكتور وليد شاطر قوي هنا، انا ممكن اكلمه لك. وليد؟ لا انا قلت انت عندك حاجه يعني، خلاص ابقى المره الجايه ابقى اجيله بقى. ماشي. سلام. سلام. تحب تشرب قهوه؟ عندي بن هايل يعني هنا في المستشفى. وانا كان عندي ميعاد، بس لو البن هايل لا نشرب فنجان مع بعض. ماشي. لا بس عندك حق، البن فعلا جامد. لو عجبك قول لي عشان ممكن اجيب لك منه. لا خالص انا مش عايز اتعبك، قولي لي بيتباع فين وانا اروح اشتري. لا ما هو ما بيتباعش يعني اصل انا امي هي اللي بتعمله بنفسها، اتعلمته من جدتي وانا اتعلمته من امي، فيعني تقول متوارثه يعني كده في العيله. ده انتوا عيله نفسها حلو في البن بقى. وفي الاكل كمان. طيب انا مش عايز اطول عليكي ومتشكر على البن مره تانية. دي حاجه بسيطه. ما تنساش بقى تروح لوليد. وليد مين؟ دكتور وليد عشان ودانك. وداني. الصفاره. لا حاضر. طيب يلا باي باي. باي. يا ماما قلت لك ارتاحي بس، وانا هعمل انا كل حاجه النهارده. ولا حاجة، مفيش حاجة. تعالي طب تعالي بس. ده بس من الصيام. هو مش الدكتور قال لك بلاش تصومي؟ لا، أنا ظبطت الأدوية بتاعتي على الفطور وعلى السحور. وبعدين فين السلطة اللي قلت لك عليها؟ الله، ما انا عملتها من ساعه وفي الثلاجه. طب وبعدين وفين الكنافة؟ الكنافه بقى انا جبتها جاهزه عشان نور بيحب الكنافه بالنوتيلا. جهزت ايه؟ جهزت ايه الكنافة تبقى جاهزة ازاي؟ بقول لك ايه؟ دلوقتي اطلعي بره كده دلوقتي وسيبيني ما تلخبطينيش. يا ماما بس عايزه اساعدك. اطلعي بره دلوقتي. استهدوا بالله. في ايه؟ عايزه تطردني من المطبخ. طب وايه الجديد يعني؟ ما انت كل سنه 1 رمضان بتطردي من المطبخ. يلا شدي عجلك يلا. مش انا هروح اصحي بنتي بقى عشان الاذان قرب. اتصرف انت بقى معاها. طيب تمام. ايه يا عسل انت مالك؟ ايه اللي مزعلك؟ انا زي الفل. يلا امشي من وش السعادة وخد الاكل ده معاك على السفرة. حاضر. يلا. ولا ايه؟ هو الفطار فاضل عليه قد ايه؟ لسه بدري، فاضل اكتر من نص ساعه. يا قلب امك يا حبيبي، يا قلب امك. نور اسعاف بسرعه. رد عليا يا نور بسرعه. اسعاف بسرعه. نور دوريات الجيش بتمشط كل حته في الشيخ زويد ورفح والعريش، ورجاله مش عارفه تتحرك على فين، وفي رجاله كتير ماتت، حتى المصابين مش عارفين ننقلهم ولا نوديهم على فين، وابو اسامه وحكيم اختفوا ومش عارفين مكانهم فين. الحمد لله، حتى لو ماتوا كلهم مش مشكلة دول عند ربنا، واحنا في ايام مفترجة. احنا عملنا بيان باننا عملنا هجوم كبير وانسحبنا بعد تدخل الطيران، وده خوفا على اهالي سينا. اعتقد ان الاخوة فخورين بينا جدا، وهينشروا ده على قنواتهم وعلى الانترنت
لايام وشهور جايه. طب نشدد الحراسه هنا؟ لا لا لا، ما تعملش حاجه غير معتاده. الجيش الفتره اللي جايه دي هيقابل مجموعات ورجاله بتتحرك في كل مكان، وده هيشغلهم انهم يعرفوا انا فين. لكن احنا شكلنا كده مش هنعرف نتحرك من هنا، والفترة طويلة جدا. الدكاترة بيقولوا إن إصابته كبيرة، بس الحمد لله مش خطر. أنا رتبت نقله الجلاء العسكري بأقصى سرعة. أنا هفضل هنا، ولو هيتنقل هبقى معاه. هو ده بالظبط اللي نور كان هيعمله لو كان مكانك. ربنا يخلينا دايما في ظهر بعض. ده واجب لازم كلنا نعمله. سلام يا إيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. نور، نور يا حبيبي، أنا ماما. نور يا حبيبي، يا رب يا رب ما تحرمنيش منه يا رب. نور، نور يا حبيبي، نور، نور يا حبيبي. دكتور، يا دكتور. نور، نور. أنا خايفة. ما تقلقيش ما تقلقيش، انا هروح عند الدكتور دلوقتي. أيوة. نور، نور يا حبيبي، أنا ماما. انت ايه اللي جابك العرايش؟ أنا في القاهرة يا حبيبي. دي الدكتورة أمنة هي اللي جت معاك من العريش. أنت كويس يا قلبي؟ بابا كان هنا بس راح البيت عشان نجيب شوية حاجات ليا، وهيجيب أختك كمان وجوزها. أنت عارف مين كان هنا يا حبيبي؟ إسلام. إسلام كان هنا بس راح يوصل مامته ورجع على طول. أنت كويس يا حبيبي؟ يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يا كنيسة يا كنيسة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. احنا كنا خايفين تدخل في غيبوبة، بس الحمد لله دلوقتي يا بطل. احنا بقى عندنا كام حاجة كده محتاجين نشتغل عليها. أولها وأهمها حكاية الكسر اللي في رجلك ده. أنت هتعمل عملية وهتركب مسامير. ليه عملية يا دكتور؟ لازم عملية، ما ينفعش يعني جبس عشان البنج بس. هو لو كان ينفع كان عامل كده يا زاهية. استني شوية بس. أصل هياخد بنج تاني واخد بنج قبل كده. احنا هنستنى 48 ساعة عشان معدلاتك الحيوية تبقى مطمئنة، وبعد كده نبتدي العلاج واحدة واحدة. طب سؤال يا دكتور بس عشان ابقى فاهم، انا هرجع الشغل امتى؟ أنا عشان أكون صريح معاك يعني مش قبل 6 شهور. كتير يا دكتور دول. معلش اسمع كلام الدكتور اللي يقول عليه. طيب استأذنكم. اتفضل حضرتك. طيب انا كمان عن اذنكم. امنه
استني، انت رايحه فين؟ مش عرفك على اهلي. دي امي زاهيه. انت لسه هتعرفنا؟ احنا قاعدين مع دكتوره امنه اصلا من امبارح، ده غير ان هي اصلا ما سابتكش من ساعه ما كنت في المستشفى في العريش لحد ما وصلت لحد هنا. انا طبعا انبسطت قوي ان انا اتعرفت عليكم، وكنت اتمنى ان انا اتعرف عليكم في وقت احسن من كده. يعني الحمد لله ان انا اطمنت على نور، بس انا لازم ارجع العريش على طول دلوقتي. لا ما ينفعش، انت لازم تفطري معانا. لا يا طنط، ملوش لازمه يعني التعب ده. ايه طنط دي؟ انا زوزو. انت هتيجي تفطري معانا وبعدين نيجي نطمن على نور. معلش يا زوزو، انا لازم الحق الطريق قبل ما الدنيا تضلم. معلش يا بنتي من غير ما تحاول، مفيش حد فينا هنا يقدر يكسر لها اي كلمه، حتى نور ذات نفسه. اساليه كده. خلاص هي كده كده وافقت. يلا احنا. انا بقول يلا كده. بينا. يلا بينا، يلا يلا يا روح. يا حبيبي هي حلوه طويله زيك. السلام عليك يا نور. الله يسلمك يا روحي. هي دي بقى الدكتورة اللي انت اديتها بوبو بتاعي؟ لا، بوبو بتاعك مع حد تاني. لما اطلع من المستشفى هقول لك مين هو. ليه؟ دي حلوة قوي يا نور، ما تتجوزها. امشي ورا امك يلا يا لمضه. ماشي اوكي. خدت بالك قالت لك ايه؟ ما تقوليش يا طنط، تقولي لي يا زوزو. كبيره دي، خلي بالك عشان بتحبك. التانيين بقى تقول لهم ايه؟ زوزو مين؟ قولوا لي يا طنط. بقول لك يا بنت الناس، اديكي شايفه انا بتشلفط ازاي واحنا لسه على البر. يعني مثلا لو عايزه تخلعي اعتبري ان دي اخر دي اخر فرصه. بالراحه انت رجلك لسه. بالراحه. طيب انا بحبك على فكره ومش هقدر استغنى عنك. انا ايه؟ ما سمعتش بتقولي ايه؟ لا انت سمعت. يعني اتوجع تاني. خلاص يا نور. انت قلتي ايه؟ بحبك وايه؟ مش هقدر استغنى عنك. شويش بالراحه. مش عارف يا ابو اسامه، تفتكر ان احنا اعتمدنا على حكيم بشكل اكتر من اللازم؟ الدكتور حكيم ذكي ومهم، بس كان وده وقت كثير عشان يقوم بعملية كبيرة زي هذه. انا فهمت من الدكاتره اللي انت قدامك عمليتين كده وترجع معايا على القطاع ولا ايه؟ والله انا بقول لهم انا عايز اطلع على طول على القطاع، هم اللي مش راضيين، بيقولوا فيها شويه وقت. يا عم مش مهم الوقت، اهم حاجه ترجع زي الاول ان شاء الله. اخبار الدنيا هناك ايه؟ سيطره. العناصر اللي نفذت العمليه دي اغلبها اجنبيه، دخلوا مخصوص سينا عشان ينفذوا العمليه دي. 95% منهم اتصفوا على ايدين حضرتك، والباقي القوات بتنشط عشان تجيبهم. طب الحمد لله، دي اخبار حلوه. عارف اللي مضايقني؟ ما عرفتش احضر عزا ترديري. اطمن، الرجاله قامت بالواجب وزياده. طمني، اخبار الدكتوره امنه ايه؟ الدكتوره امنه محتاجه دلوقتي دعواتنا، لان امي دخلتها في مرحله الاختبارات. هتخليها تكسر البندق بسنانها وتشد لها شعرها والحاجات دي. انا بقول تاخدها معاك على العريش وانت راجع عشان تريحها من اللي هي فيه ده. يلا. اهلا يا عم دور، انت استحليت القعده ولا ايه؟ ازيك يا هيما؟ وحشني. ازيك يا قاسم؟ عامل ايه؟ يا سولم. ازيك يا هيما؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله زي الفل. مبروك مجالك يا سيدي، تتربى في عزك. ربنا يخليك. مجالك ايه؟ انت خلفت؟ امال ايه؟ تتكلم بجد؟ انت فاكر ايه يا ابني؟ وطبعا تعاطفا مع حالتي دي سميت نور. ولا تعاطفت معاك لحظه يا ابني، انت بسبع تروح زي القطط. سميت ايه بقى على كده؟ سميتها حياه. اتفضل. حياه؟ لا مش حياه، حياه. حياه حياه يا حبيبي مش حياه، انت لازم تكتب ايه محو اغنيه دي خلاص. محو اغنيه مفيش تعليق. حياه ايه مربوطه؟ لا استاذن انا. السلام عليكم. سلام يا قائد، نورت. لازم عندي شغل اخلصه قبل ما ارجع القطاع. 48 ساعه وتحصلني. في ظهرك. استمتع بالبيبي. تسلم. سلام يا رجاله. اقعد اسلم. سلام، انت جايب معاك ايه وانت جاي دلوقتي؟ انا جبت فاكهه الصبح. طب وانا مالي جبت الصبح؟ مش رحت وجيت تجيب حاجه تاني؟ الف سلامه عليك يا نور، بسيطه ان شاء الله. الله يسلمك يا حسوم. تسلم حبيبي. صحيح انا شكلي مطول هنا شويه،
وشغلك انت هتضم على اخوك ابراهيم هناك. لا ما تشغلش بالك بالشغل خالص. الرجاله كلها نفسها تبقى هناك. مالك؟ شكلك متضايق. الدكتور بيقول فيها 6 شهور وانا بقول 9 وهو بيهونها عليا. طب وايه المشكله؟ عايز انزل اشتغل. نور لعلمك بقى الاصابه دي نعمه كبيره قوي من ربنا. طيب كم مره رسمت سيناريو في دماغك وقلت ده السيناريو اللي انت نفسك فيه في حياتك وما يتحققش وتقعد تتضايق وتقول اشمعنى انا، وبعد كده بتكتشف ان ربنا كاتب لك السيناريو الاعظم وتقول الحمد لله على كل اللي فات. نور احنا في نعمه كبيره قوي ومش حاسين بيها ولازم دايما نفتكرها عشان نبقى احسن. الف سلام عليك يا بطل. الله يسلمك. عايز اتكلم معاك في موضوع مهم. خير؟ هو انت هتفضل مقعد امنه جنبك كده العمر كله ولا ايه؟ ما تخلص القصه دي بقى يا نور. انت مالك قلبت امي كده ليه؟ وبعدين اطمن، هي تمام مش متضايقه. لا وانا مطمن. عايز اطمن على نفسي بقى، عايز اطمن على مستقبلي. اطمن على ايه؟ عايز تخلص مني يعني؟ لا اخلص منك كده انت حبيبي. بس انا يعني كنت مديك تصريح كده قوي زمان لو فاكر. قلت لك لو شفتك في الكوشه هتجوز بعدها باسبوع. يعني ايه؟ يعني في موضوع وانت مخبي عليا؟ مش موضوع يعني. امال ايه؟ اخلص. مهندسه اتمرن تجديف هنا معايا في النادي، هاويه يعني مش بروفيشنال، بنت حلال قوي. طب يا ابني انا بشوفك كل اسبوع، ما قلتليش ليه؟ انا ما رضيتش اتكلم معاك اصلا واقول لك يعني، ولا اتكلم معاها لان انا كنت خايف الموضوع يعني يبقى طرف واحد. انت فاهم؟ اسلام انت راجل بطل، اي واحده في الدنيا تتمناك، شرف ليها اصلا. انا عارف والله ما فيش في الدنيا احلى من منظر النيل ده. بس هم الجماعه بتوع المراكب دول يوطوا المزيكا شويه او ينسقوا مع بعض يشغلوا حاجه واحده، المزيكا بتخش على بعض دوشه. بس امك وامي انسجموا مع بعض على طول. ايوه انا امي اصلا لذيذه يعني، بتفك بسرعه كده مع الناس ولذيذه كده. وانا امي كمان بصراحه لذيذه جدا، عسل يعني. لا بس يعني انا ماما بتفك يعني، فاهم؟ بص تاخد على ناس بسرعه ازاي. وانا امي ايه يعني؟ ده امي عسل بقول لك. لا بس انا ماما والله بتفك بسرعه، شفت هي خدت عليها ازاي؟ فيها لذاذه كده طب انت روحي قولي لها انت الكلمتين. لا لا والله قولي لها. ليه ما تخافي ليه؟ انت جبانه ولا ايه؟ لا خالص بس هي ألذ يعني. لا هفهمك بس هم الاثنين لذيذ خالص. يعني أول مرة أجي المكان ده بس يعني حلو. أنتوا بتسيبونا بس وبتروحوا فين؟ واقفين بنحب في بعض على النيل، ما فيهاش حاجة يعني. على فكرة النيل كان بيضحك لكم. ده بيضحك لك أنت يا قمر. الحقيقة أنا مش عارفة إيه اللي جابنا بس في المطعم ده، أنا كان ممكن أعمل لكم أحلى أكل 100 مرة أحلى من الأكل ده. يا حبيبتي هو أنت غاوية تعب؟ أنا قلت أريحك شوية، وبعدين شايفة المنظر حلو إزاي؟ أو تغيير. ومزيكا وحاجات. أيوه عندك حق، هو المنظر حلو وجميل جدا، وبرضه كان ممكن أعمل لكم مقلوبة ما حصلتش يعني، حتى أحلى من الحاجة مقلوبة حلوة يعني برضه. وماله، المرة الجاية ندوق المقلوبة بتاعتي. إن شاء الله إن شاء الله. بقول لك إيه، ده بقى فيه وصفات رايحة جاية وبقى فيه علاقات استراتيجية، يعني الموضوع هو أنت لسه شفت حاجة؟ ده كانوا بيكلموا بعض من يومين، بتقول لها أعلمك طريقة اللصيمة. الإيه؟ اللصيمة. هي إيه الصميمة دي يا نور؟ لا مش صميمة، اسمها اللصيمة. هي أكلة كده، زوزو عرفت السر بتاعها هتبقى تحكي لك يعني. أوكي. بقول لك إيه، أنا اللصيمة دي ما بحبهاش خالص. ولا أنا. بجد؟ عشان ما يحصلش بس خلافات ولا بتاع. بما إننا متجمعين الجامعة الحلوة دي وبيننا المحبة، يا ريت نفرح القلبين الحلوين دول ونحدد ميعاد الفرح. إيه رأيك يا حاجة؟ والله اللي تشوفه الدكتورة أنا موافقة عليه. ده كلام مظبوط جدا يا زاهد. يلا بقى يا نور نفرح بيكم انتوا الاثنين ولا ايه؟ والله عندك حق يا بابا، انا موافقه جدا جدا، وعماد كمان معانا ولا ايه يا عمده؟ ما انا اصل انا عارف نور هيقعد يقول لي بقى الشغل ومش الشغل، حبيبي الشغل ما بيخلصش، اتجوز يا حبيبي واشتغل، هي علقه هتاخدها مره واحده انا مش مصدق التحالف اللي معمول ده كله. وانت ايه رايك انت يا دكتور؟ يعني والله انا معاهم في التحالف ده، وانا رئيس التحالف ده. طيب هي الحقيقه انا كنت عاملها لكم مفاجاه، بس واضح ان انتوا حرقتوها لي خلاص. انا هنزل الشغل اليومين اللي جايين دول وهقدم على اجازه، وبعد 3 شهور من النهارده هيكون ميعاد الفرح. بس احنا في النادي، انت من امتى بتعرفي زغراتي؟ يا صابرين. نور.
وحشتيني يا صابرين. اخبارك ايه؟ ازيك يا ميس بسمه؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ كويسه؟ الحمد لله. مين القمر دي؟ دي رنوجه بنت اختي. فاكره يا صابرين لما حكيت لك على رنوجه بنت اختي؟ ودي صابرين بقى اللي انا حكيت لك عليها. ازيك؟ الحمد لله. تعالي نوني معايا. ماشي. ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد كويسه؟ لله يا فندم. بصي يا نور انا عملت ايه؟ انت شاطره جدا في التلوين يا صابرين. على فكره رنا كمان بتعرف تلون حلو قوي، صح؟ انا بعرف اتكلم انجلش. My name is Sabrine. What's your name? My name is Rana. عايزة تلوني بالقلم ده يا صابرين؟ ماشي شوف. احنا عندنا معلومات مؤكده ان ابو دعاء موجود في بيت في مزرعه في الاحداثي ده، وان تم نقل اكتر من 45 عنصر في البيوت المحيطه بيه. القوات الجوية بتستعد لتنفيذ ضربة تستهدف بها مكان أبو دعاء وكل الأماكن المتواجد فيها العناصر في المنطقة دي. احنا في نفس الوقت هننفذ عمليه بمجموعه العمل الخاص للقبض على الارهابي حكيم اللي موجود في بيت في العريش. شوف انت عايز امتى واحنا جاهزين. انا عايز وحيد حي يا نور. يجي حي. حي اخيره. انا اللي اسمي العمليه المره دي. اخترت مين؟ الشهيد هاني نبيل. الزبون هنا. حبل المشنقة رحمة بالنسبة لك. هسيبك لأهل سينا هنا يتصرفوا معاك، بس مش بإيدي. أنت مش بني آدم، أنت شيطان. يلا عشان تروح باي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.